السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في أولى حلقاتنا من سلسلة تعليم البيكتوبلوكس. النهاردة هنتعرف مع بعض على إيه هو البيكتوبلوكس وليه بنستخدمه، وكمان نستخدم واجهة البرنامج مع بعض لأول مرة. طيب، أول حاجة إيه هو البيكتوبلوكس؟ البيكتوبلوكس هو برنامج برمجة زي السكراتش، ولكن ميزته إن هو بيدعم ال AI والروبوتكس. فهو برنامج برمجة بالبلوكات، يعني ببني الأوامر عن طريق إن أنا بركب البلوكس على بعضها من غير ما أكتب كود like a puzzle. أوكي؟ طيب، ليه بنستخدمه؟ بنستخدمه علشان نعمل حاجات كتير. من ضمن الحاجات دي إن احنا نعمل جيمينج، نعمل ألعاب، نعمل قصص، نعمل مشاريع تعليمية، وكمان مشاريع مع الهاردوير زي الأردوين. طيب، ازاي افتح الواجهه اللي انا فاتحاها دي؟ فانا عندي طريقتين: ان انا استخدم النسخه الاونلاين او كمان انزله اوفلاين على الديسكتوب بتاعي. علشان استخدم النسخه الاونلاين فانا بالتالي محتاجه ان انا اجي على البراوزر بتاعي، ايا يكن جوجل كروم او اوبرا او اي حاجه، واجي على السيرش تاب واكتب بس بيكتو بلوكس. فانا بس اختار بيكتو بلوكس بس من غير بيكتو بلوكس داونلود، واختار اللي هو اول واحده اللي هو بيكتو بلوكس ليرن كودينج. هو بيعمل داونلود او بيعمل لودينج وبعد كده هيفتح لي على طول. اوكي، طيب هو كده فتح. هقول لكم ايه الموجود ده او ايه اللي ظهر قدامنا، بس تعالوا نيجي نشوف النسخه الاوفلاين بتاعتنا. في النسخه الاوفلاين انا بفتح السيرش تاب، ولكن المره دي بدوس او بكتب بيكتوبلوكس داونلود. في البيكتوبلوكس داونلود هو بيديني اوبشنز كتير، ايا يكن الاوبريتنج سيستم بتاعي ايه، سواء كان ويندوز او ماك او لينكس. فانا بشوف الاوبريتنج سيستم بتاعي وبختار على اساسه. فانا الاوبريتنج سيستم بتاعي ويندوز، فهو اوريدي مختار ويندوز. هختار اللي هو 64 بت عشان انا بتاعي 64. لو حد بتاعه 32 اوكي، مفيش مشاكل. طيب، ظهر لي ايه؟ ظهر لي شويه انفورميشن انتوا ممكن تملوها وممكن لا. طيب، انا مش هملاها وهدوس على طول نو ثانكس، ان انا مش محتاجاها، بس جاست داونلود البيكتوبلوكس من غير ما تملي لي الانفورميشن دي. طيب، ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ هو بينزل البيكتوبلوكس بالمنظر ده. فبعد ما يحمل المفروض ايه اللي بيحصل؟ تشوفوه في الداونلودز عندكم. انا اوريدي حمل عندي فهعمل كانسل. فتشوفوه في الداونلودز عندكم وتعملوا انستليشن لتسطيب. بمجرد ما تدوسوا تعملوا نكس نكس نكس، هو تسطيبه سهل جدا. ففي الاخر هتلاقوا ان هو ظهر لكم ايقونه بالمنظر ده. شايفينها؟ ايقونه بالمنظر ده تقدروا تفتحوها بكل سهوله. واول ما تفتحوها هيظهر لكم الواجهه دي. ايه هي الواجهه دي؟ دي نفس الواجهه بالظبط اللي هي ظهرت لنا في النسخه الاونلاين. فسواء اونلاين او اوفلاين الاتنين نقدر نشتغل عليهم، وكمان نقدر نعمل سيف للمشروع بتاعنا فيهم. طيب، ايه اللي ظهر لنا بقى دلوقتي ده؟ اللي ظهر لنا دلوقتي ان انا عندي البلوكس والجونيور بلوكس ده. لو عندي طفل مبتدئ او صغير فبالتالي هختار الاختيارين دول. في الاختيارين دول المشاريع بتاعتي عبارة عن بلوكات، او الاوامر او الكود بتاعي عبارة عن بلوكات شبه قطع البازلز، مش بيحتاج ان هو يكتب كود بايده. طيب، من سن 12 سنة فأعلى فأنا بالتالي بيبقى عندي options 4 options. من الاوبشنز دي ان هو بقى يكتب بايثون، سواء البايثون ده هيكتب كود بايثون كامل او هيكتب اجزاء من البايثون، وكل جزء يشوف يعني ايه اللي ظهر له فيه. اوكي، طيب، ومن سن 12 سنة برضو فأعلى ممكن يدخل بعد كده في ال AI والماشين ليرنينج، وكمان يقدر يعمل مشاريع 3D وفيها انيميشنز وفيها حركة وهكذا. طيب، الاهتمام الاساسي بتاعنا ايه في الكورس ده؟ احنا يعني الاهتمام بتاعنا بالمبتدئين، فهنختار البلوكس اللي هو من سن 7 سنوات فأعلى. بمجرد ما اخترناه فتح لنا الشاشة دي. اوكي، طيب في الشاشة دي ممكن نتعرف على ايه فيها. اول حاجة المربع اللي ظهر لي فيه الدب ده بسميه الستيج، وهو ده اللي هيظهر فيه تأثير اللعبة بتاعتي. طيب، انا لو عايزة اجيب شخصية تانية غير شخصية الدب اعمل ايه؟ انا عندي هنا من شوز سبرايت عندي كذا اوبشنز. انا ممكن ارسم شخصيه بايدي، او ممكن اختار شخصيه من شخصيات البرنامج، او اختار شخصيه من الشخصيات الموجوده عندي على الجهاز بتاعي. فانا هدوس المره دي ان انا اختار شخصيه من شخصيات البرنامج عندي، فهو هيحمل وفتح لي شخصيات كتير. ممكن اختار انيمالز اللي هي الحيوانات، وممكن اجيب مثلا الديناصور ده. فانا عندي كده شخصيتين، شخصيه الدب والديناصور. ممكن اتحكم في السايز بتاعهم، ان اكبرهم او اصغرهم. في 100 لو خليتها 150 كده انا كبرت الديناصور. لو جيت عند الدب وقلت له لا، بدل 100 خليك 80، فانا كده صغرت الدب. طيب، انا كده عندي شخصيتين الخلفيه بتاعتهم بيضه. انا لو عايزه اغير بقى الخلفيه فانا عندي شوز باك دروب،
نفس الكلام اقدر ارسم، اقدر اختار من على الجهاز بتاعي او اختار من البرنامج الاختيارات اللي هي مديهاني برنامج. فانا عملت كده ودوست مثلا اخترت الخلفية دي، فانا بقى عندي خلفية وعندي شخصية. طب لو عايز اعرف انا بتحكم في انهي شخصية، فشايفين في رسمة هنا من فوق كده، تمام، في الجزء الابيض ده اللي بحط فيه البلوكات بيبقى فيه ايه الشخصية اللي انا هتحكم فيها. ممكن ارجع الديناصور بتاعي تاني ل100. ولو عايزة امسح الدب تو بي اعمل ايه؟ شايفين اول ما اخترته في سلة مهملات كده جنبه، لو دوست عليها يبقى انا كده عندي شخصية واحدة اللي هي شخصية الديناصور. عايزين النهاردة نتعلم ايه؟ نتعلم ازاي نحرك شخصية الديناصور. فعلشان نتعلم ازاي نحركها لازم يبقى فيه events، لازم يبقى فيه حدث. لازم مثلا اقول له انت تتحرك لما يحصل كذا. فانا عايزه اقول النهارده لما ادوس على العلم الاخضر اللي هو موجود فوق ده، اللي هو مثلا لما بيجي عليه بيكتب جو، وقتها تتحرك. طيب ده فين؟ هنا عندي الدوائر اللي عندي على ايدي اليسار دي هي اللي هتبقى الاوامر البرمجيه بتاعتي. فانا هدوس على الدايره الصفراء اللي فيها كلمه events واختار اول واحده. طيب اول واحده دي بتقول لي ايه؟ بتقول لي when green flag clicked، معناها لما ادوس على العلم الاخضر. طيب ايه اللي هيحصل لما ادوس على العلم الاخضر؟ انا عايزه اقول له اتحرك. طيب اي حاجه خاصه بالحركه بجيبها من الدايره الزرقاء اللي اسمها موشن. فادوس على الموشن كده، تمام، وممكن اختار اول واحده اللي هو move 10 steps. move معناها اتحرك، 10 steps معناها 10 خطوات. طيب ممكن اغير بدل 10 خطوات اخليها 30 خطوه. فانا كده بمجرد ما ادوس على العلم الاخضر شايفين اللي بيحصل؟ بيبدا بقى يتحرك 30 خطوه. طيب لو عايزه اضيف حاجه كمان، انا عايزه كل ما يتحرك يظهر لي تاثير ان هو بيتحرك او يغير لي هيئه الشخصيه بتاعته. فالهيئه او اي حاجه بشوفها بعيوني فبجيبها من الدايره اللي اسمها لوكس. فهدوس على الدايره اللي اسمها لوكس واجيب حاجه اسمها نيكست كوستيوم. نيكست كوستيوم معناها الهيئه التانية للديناصور بتاعي. انا عايزه اشوف الهيئات بتاعتي، فانا ممكن ادوس كده على الكوستيومز واشوف ان هو مديني كذا هيئه للديناصور، مديني هو مثلا فاتح بقه، هو ماشي، وهكذا. فانا هاجي هرجع تاني للبلوكس بتاعي واقول له نيكست كوستيوم وتعالوا نشوف ايه اللي بيحصل. انا تاني هرجع تاني اهو، انا بقول له اول ما ادوس على العلم الاخضر امشي 30 خطوه وغير لي الهيئه. شايفين انا كل مره بدوس فيها على العلم الاخضر بيمشي ويغير لي الهيئه، فبيديني ايحاء ان هو بيمشي اوريدي، تمام. فاحنا كده النهارده اتعلمنا ايه هو البيكتو بلوكس، وبنستخدمه كمان في ايه، وكمان ازاي نجيب البرنامج بتاعنا سواء اونلاين او اوفلاين، وكمان اخر حاجه ازاي نحرك الشخصيه بتاعتي. عشان احفظ المشروع انا ممكن اجي على فايل واقول له سيف از. هو بقى ممكن احفظه في اي مكان، وطبعا بكتب فايل نيم بتاعي، بكتبه مثلا اسم البروجكت بتاعي، وبعد كده بعمل سيف. انا كده خلصت. لو اي حد عنده استفسار يبلغني، وانا هنزل برضو لينك الداونلود في الديسكريبشن.